مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أوضح مزارعو منطقة قح جعا بمديرية دباروا بأن مزارعهم توجد في حالة جيدة نتيجة لأنشطة حماية التربة وحفظ المياه وتمهيد الأراضي التي قاموا بها في موسم الصيف. وأوضح مدير ضاحية عدكي تخولا السيد بينا قبر سلاسي والسيد هنس قرنسئي بأن المزارع بلغت مرحلة الإثمار نتيجة لقيام سكان قرى المنطقة بأنشطة نفير واسعة في موسم الصيف إضافة لهطول الأمطار الجيد. وأشار عمدة قرية عدكي تخولا السيد عقبات زين هبت آب أن مزارع القمح والشعير قاربت من مرحلة الحصاد، داعيا المزارعين لمواصلة الجهد حتى انتهاء عملية الحصاد وجمع المحصول. هذا وتضم منطقة قح جعا الواقعة في مديرية دبار و15 قرية. دعت جمعية الأطباء الإريترية الأطباء لتمهيد الأرضية من أجل تبادل التجارب والخبرات الطبية لأهميتها في الدفع بجهود وزارة الصحة في مكافحة الأمراض وضمان صحة المجتمع. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور برخة سبهاتو بأن منتديات سنوية تنظم لتقديم الأوراق والدراسات عن الاكتشافات الطبية والتحديات الصحية وسبل حلها لإتاحة الفرصة من أجل تبادل المعرفة. وقد وجه في هذا السياق دعوة للأطباء الإريتريين لتقديم أوراق عمل في المؤتمر العام 19 لجمعية الأطباء الذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى إقامة الجمعية لعلاقات شراكة تعاونية مع الجمعيات والاتحادات الإقليمية والدولية. وذكر بأن مدرسة أوروتا الطبية تساهم في تطوير القدرات البشرية ونقل المعرفة والخبرات إلى الأطباء الجدد، إلى جانب زيادة أعضاء الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها من خلال تنظيم دورات التأهيل والتدريب لنقل الخبرات الطبية. وشدد الدكتور برخت على أهمية التأطير في تطوير المجال الطبي، داعيا جميع الأطباء لتعزيز المشاركة في إنجاح أهداف الجمعية. هذا وقد تأسست جمعية الأطباء الإريترية في العام 1993 وتضم حاليا أكثر من 250 طبيبا. احتفلت البلاد باليوم العالمي للسياحة تحت شعار فلنضمن مستقبلنا المشرق بالسياحة والمياه. وفي الاحتفال الذي جرى على مستوى البلاد في مبادرها بمديرية سرجقة، قال رئيس جمعية المرافق السياحية السيد سلمون أبرهة أن السياحة والمياه لديهما ارتباط مباشر بحياة الإنسان، داعيا المرافق الخدمية السياحية للعمل بقوة لتطوير قطاع السياحة واتباع وسائل ترشيد استهلاك المياه. وأوضح خبير التشجير في وزارة الزراعة السيد أبراهام تخلو من جانبه أن أنشطة التشجير الجارية لإعادة الغطاء النباتي تحدث تغييرا إيجابيا على الأرض، ويتوجب العناية بالشتول لتحقيق نتائج أفضل. وأشار مسؤول قسم المياه السيد برخت موسازقي أن معدل هطول الأمطار أصبح يتغير في الكم والانتشار بسبب التغير المناخي، وقد بدأ يؤثر ذلك على المياه الجوفية، مما يتوجب الاهتمام بتخزين المياه. نظم مكتب وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية في مدينة قنداع للمشرفين التربويين والمدراء والمعلمين من مديريات قلعلو وفرو وشعب وقنداع ومصوع ودهلك، بهدف جمع معلومات دقيقة تساعد في تقييم قدرات المعلمين وتطوير قدرات الطلاب. وأشار كل من المعلم موسى آدم وعاسيك أحمد وكسة قبر ميكائيل وإبراهيم عمر بأن الدورة التأهيلية تساعد على تبادل التجارب وتدفع لتطوير العمل. وأوضح مسؤول الشؤون التعليمية في مكتب وزارة التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ عمر محمد بأن هذا التأهيل قدم من قبل في 24 مدرسة على مستوى البلاد و3 مدارس على مستوى الإقليم، وتم تعميمه حاليا في جميع المدارس بعد إجراء التحسينات عليه. الجدير بالذكر أن هذه الدورة كانت قد نظمت أيضا في مديريات قرورة وأدوبحة ونقفة وأفعبد. قدمت إدارة الإقليم الأوسط مكافأة مالية ل94 عداء و4 مدربين يشاركون في المنافسات الدولية والمحلية، حيث قدمت مبالغ تتراوح بين 1000 إلى 3000 نقفة للعدائين الذين يتنافسون محليا في المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة، ومبلغ 500 آلاف نقفة ل4 مدربين وكذا العدائين المشاركين في المنافسات الدولية. وأوضح مفوض الرياضة في الإقليم الأوسط السيد أندرياس أسمروم أن إدارة الإقليم الأوسط تقوم بدعم الرياضيين باستمرار، وسعت بقوة هذا العام لإرساء الرياضة الشعبية، مشيدا بالدعم المقدم.
وذكر العداءان تخل مريم مدح وأنبيتي بلاي أن الدعم يحملهم مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من الجهد وتحقيق الإنجازات الرياضية. كما أشار المدربان إيساغ نتسر آب وهينو قبر مدهن إلى أن الدعم يساهم في رفع المعنويات ويدفع إلى التفوق الرياضي. وفي ذات السياق أكد حاكم الإقليم الأوسط السيد كحساي قبر هويت في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على وجود الأرضية الممهدة لتنشئة رياضيين أكفاء في الإقليم، داعيا رياضيي ألعاب القوى للاستفادة من هذه الأرضية في تطوير قدراتهم. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى جيد اللغة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الحامل.